السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكن أخواتي؟ إن شاء الله الجميع بألف خير يا رب. رمضان مبارك على الجميع، وإن شاء الله صيام مقبول، والله يتقبل طاعتكم جميعا. الفيديو اليوم رح نعمل خبز البيضة التركية، كتير سهلة وبسيطة ومكوناتها موجودة بكل بيت. وقبل ما نبلش خلينا نصلي على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونسمي بالله بسم الله الرحمن الرحيم ونبلش. أول شي بحتاج كاسة مي دافية، رح أضيف عليها معلقة من الخميرة الفورية ومعلقة سكر ونص كاسة من الطحين، وبحرك كتير منيح مع بعض، وبدي غطيها واتركها 10 دقايق لتتفاعل عندي الخميرة. يلا يا شطورات قوموا حضروا هالمكونات واعجنوا العجينة واعملوها وعطوني رأيكم، إن شاء الله رح تاخدوا النتيجة غير شكل. ومن طراوتها والنتيجة الروعة اللي رح تاخدوها رح تعملوها كل يوم للسحور. وهلأ هيك بعد ما تفاعلت الخميرة عندي رح أنزل عليها كاسة مي دافية و3 كاسات من الطحين ومعلقة ملح صغيرة. وطبعا عيار الطحين ما بدنا ننسى انه لازم يكون بنفس الكاسة اللي عم نعير فيها المي. وبالمعلقة الخشب رح ألم العجينة لم، يعني أنا هون ما بدي أعجن، بدي إياها تكون العجينة كتير طرية. إذا شفتوها بحاجة للطحين زودوا شوي ولموها. هلأ دايما بنقول بالعجين حسب نوع الطحين، في طحين بيشرب معنا سوائل وفي طحين لا. وهيك بدي إياها تكون. هلأ رح أغطيها وأتركها ترتاح مدة ربع ساعة. العجينة صارت جاهزة عندي لأشتغل فيها. هلأ رح أعمل مسحة خفيفة للطاولة، وبدي رش عليها رشة من الطحين ونزل العجينة. شوفوا العجينة هيك لازم تطلع عاطية مثل الخيوط، هيك رح تاخدي نتيجة وطراوة غير شكل. وبعمل رشة كمان على العجينة ورح ألمها لم. هلأ هون بصينية الفرن حاطة ورقة زبدة، رح أحط العجينة وأفردها بضغطات كتير خفيفة مثل مو شايفين. بحط شوية زيت على ايدي وبفرد، فيكي تحطي طحين كمان بيصير. وهيك بعد ما فردتها بالصينية رح أرجع غطيها وأتركها كمان 10 دقايق لترتاح. لتاخدي نتيجة روعة ومضمونة لازم التخمير بكل المراحل. هلأ لبين ما تتخمر عندي العجينة، عندي هون معلقة من الطحين رح أضيف عليها صفار بيضة ومعلقة صغيرة من الفانيليا ومعلقتين حليب. فينا نستبدل الحليب بالمي، معلقتين مي منحطلن ومنحرك كتير منيح مع بعض. وهلا بالخليط اللي عملته رح ادهن العجينة. بهالأثناء أنا شغلت الفرن ورح حميه على درجة الحرارة 180، مشغلته من فوق ومن تحت. رح أعمل هذا الشكل بإيدي ودخلها الفرن. رح تاخد معنا وقت بالفرن من 10 دقايق ل 13 دقيقة حسب نوع الفرن اللي عندك. وهيك الخبزة صارت جاهزة عنا. شوفوا بسم الله ما شاء الله كيف طلعت. مدوبة أنا هون معلقة من الزبدة، رح أدهن الوجه فيها. هي طبعا سخنة الخبزة، فينا ندهن بالزيت بالمي اللي موجود المتوفر عندك، ما في مشكلة أبدا. شوفوا لي هالمنظر والطراوة والنتيجة اللي طلعت روعة عن جد غير شكل. بتمنى منكم تجربوها وتعطوني رأيكم إن شاء الله. يا رب يكون هالفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.